هو حضرتك طلبتني ليه في التليفون يا فندم؟ كنت عايز منك مهمة. طب وايه هي المهمة يا فندم؟ أنا عندي شركة منافسة ليا بتقدم أفكار أحسن مني، وأنا عايز أدخلك على شكل خدامة للبيت ده. طيب يا فندم، يلا مع السلامة. مع السلامة. يا ترى هو ده البيت؟ اكيد هو البيت لان انا ماشية حسب اللوكيشن. ايه ده؟ هو مين اللي بيخبط؟ خليني اما اروح اشوف مين اللي بيخبط. انتي الخدامة الجديدة؟ ايوه انا الخدامة الجديدة. اتشرفت فيكي، اهلا وسهلا. انا عندي بنت وولد، سما وتامر. طبعا مش محتاجة اوصيكي تعملي الغدا وتنضفي البيت وتوصليهم المدرسة. ايوه طبعا اكيد من غير ما تقولي. اللي قلتهولك ده كله يتنفذ، ماشي؟ حاضر تمام. وده لؤي. اتشرفت فيكي، بس انا عندي شرط. انا عندي اوضه كده بشتغل فيها كل اوراقي وانا اللي بنضفها، ماشي؟ ما تدخليهاش. هي زي ما قالك كده. تعالي بس اوريكي الاوضه بتاعتك. هي دي اوضتك الجديده. طيب شكرا، الأوضة فعلا حلوة قوي. عفوا، يلا هسيبك انا بقى. يا رب انجح في المهمة اللي ادهاني الباشا دي، عشان هو قال لي ان هو هيديني مكافأة كبيرة جدا جدا جدا. ايوه خليني احاول اسمع اي معلومات. ايوه ايوه ايوه. هو انتي بتعملي ايه هنا؟ هو مش بابا قالك ما تدخليش الاوضه دي او تعملي فيها اي حاجه او ما تنضفيش فيها؟ ها لا يا حبيبي، انا بس ما كنتش اعرف ان دي الأوضة، معلش. طيب اديني عرفتك اهو. ماشي انا هروح اكمل تنظيف انا بقى. انا كنت هتكشف، الحمد لله اني لقيت لي حجة. هو ليه يا ترى الباشا بيعمل فيهم كده؟ انا ماليش دعوة، انا هنفذ المهمة اللي ادهاني الباشا وخلاص. يلا يا حبايبي عشان نروح المدرسة. يلا. يلا يا حبايبي، مع السلامة. مع السلامه يا ملك. مع السلامة يا ملك. انا بصراحة حاسة اني مش عايزة اذي العائلة دي. انا هروح للباشا بصراحة كده، هروح له. لا لو سمحتي، وانا ممكن استأذن بس ساعتين. اكيد انتي من افضل الخدامات اللي جت لنا. بجد شكرا ليكي جدا جدا جدا، انا مش عارفة اشكرك ازاي. انا هطلع البس. انا لازم اتكلم مع الباشا في الموضوع ده، لاني مش عايزة اذي العيلة دي خالص، لانها طيبة جدا معايا وبتعاملني كويس جدا، وانا حبيت سما وتامر قوي. جيتي ليه؟ حصل حاجة؟ لا
لا بس انا مش عايزة اذي العائلة دي لانها طيبة جدا. بعدين انت ليه بتعمل كده؟ أنا بعمل كده علشان أنا أسرق شغل وبعدين أقدمه الأول، بعدين هما يفتكروا إن هو اللي سرق الشغل وبكده هو يترفد وأنا اللي أكسب المنافسة دي. فهمتي؟ ونفذي الكلام اللي بقولك عليه. بس ده شر، انا مش عايزة اعمل كده. مش بمزاجك، أنا هحبسك لو ما نفذتيش المهمة اللي أنا اديتهالك. أنا عايز معلومات. خلاص ماشي، يلا سلام. هقولك بقى على كل اللي انا مخطط له. انا مضطرة بصراحة اني اسمع. يلا هحاول اسجل اي حاجة. الكراسة اللي بسجل فيها وقعت مني. باي باي يا حازم، عشان سمعت صوت. ايه الصوت ده؟ خليني اما اطلع اشوف. هو انت ايه اللي موقفك هنا؟ ايه؟ ايوه انا بس ما كنتش اعرف ان دي اوضة حضرتك. هو مش تامر قالك؟ انا سمعته وهو بيقولك. لا خلاص، لا ما قاليش حاجه وما فيش حاجه اصلا. انا معلش. انا كنت جايه بس عشان اقولك ان الغدا جاهز. ايوه فعلا انا كنت جعان جدا. ايوه انا نازل دلوقتي. دي احسن فرصه، خليني ادخل اخد كل المعلومات من على الجهاز واحطها في الشريحه. انا مش عايزه اقتل العائله دي بس انا لازم اذيها لان انا هتحبس. لا خلاص انا مش هبعت. خلاص. ايه ده؟ انا بعت من غير قصدي. يا لهوي. انا لقيت طريقه. انا هكلم الشرطه وهروح للباشا وهخليهم يقبضوا على الباشا الاول وبس كده. انا كده خلاص بلغت الشرطه. انا هروح للباشا دلوقتي. المعلومات اللي بعتيها لي دي حلوة جدا. يلا روحي جيبيلي تاني. لا خلاص انا مش هجيب لك معلومات تانية. هحبسك. الوقت فات خلاص. انا طلبت الشرطة وهم على